مؤسفة أيضا، صورة مؤسفة صارت اليوم في ملعب بنيجيريا. صورة العلم الجزائري، أحد الأشخاص أراد أن ينزع العلم الجزائري، كان معلق، والمناصر الجزائري لم يتقبل هذا وغضب كثيرا بسبب منعه من تعليق العلم الجزائري. نظن صور مؤسفة لا تمت بالروح الرياضية بصلة. لماذا يتم نزع العلم الوطني من مدرجات الملعب؟ قال لك مرفوض أنه يعلق العلم الجزائري، رغم أننا نشوف علم آخر راه موضوع في الجهة المقابلة، لكن المكلفين بالملعب رفضوا أن يعلق العلم الجزائري، وهذا ما أحدث غضب شديد لمناصر جزائري لم يتقبل تماما هذه المعاملة. شيء مؤسف في افريقيا. من المفروض الامور طورت، كاين بعض البلدان على هاد الامور ما كانوش يصراو، هذه برك سي دي بروفوكاسيون يحبوا يديروهم فقط. اذا بهذا نختم حصه اليوم. صراحه صار نشكرك على ما قدمته في هذا العدد. شكرا لك. رحت لقطر ديرنيرمون، جست لاباف كانوا دي دواني مصطفى كان اربيت فيدرال. نزع العلم الوطني من مدرجات الملعب، قال لك مرفوض أنه يعلق العلم الجزائري، رغم أننا نشوف علم آخر راه موضوع في الجهة المقابلة. في ملعب بنيجيريا صورة العلم الجزائري، أحد الأشخاص أراد أن ينزع العلم الجزائري، كان معلق، والمناصر الجزائري لم يتقبل هذا لكن المكلفين بالملعب رفضوا أن يعلق العلم الجزائري، وهذا ما أحدث غضب شديد لمناصر جزائري لم يتقبل تماما هذه غضب كثيرا بسبب منعه من تعليق العلم الجزائري. نظن صور مؤسفة لا تمت بالروح الرياضية بصلة. لماذا يتم مؤسفة أيضا، صورة مؤسفة صارت